بجد أنا ما كنتش عارف إن الحيوانات بتحبنا للدرجة دي، وكمان ممكن تفتقدنا وإحنا بعيد عنها. وفي حلقة النهاردة هنشوف مشاعر حيوانات حقيقية بجد لحيوانات عادت لأصحابها بعد غياب. أنا إبراهيم عودة، صلى على النبي ويلا بينا نخش في الموضوع على طول. نخش في الموضوع. يا ربي على العلاقة الجميلة بين الشخص ده والوزة اللي استقبلته استقبال خاص جدا. يا ربي على الجمال، كل ده ترحيب. تخيل بعد ما غاب عنهم شهر كامل في كندا، رجع ديريك من تاني للحديقة علشان يشوف أصدقائه الفيلة، وفضل يناديهم بطريقته المميزة جدا. واخدين بالكم هم بيجروا عليه ازاي؟ زي الأطفال بالظبط. الشمبانزي ده بيصرخ حرفيا من الفرح لما رجع تاني لعيلته اللي غابوا عنه لمدة شهور. شايفين بيحضنهم ازاي وفرحان جدا زي الطفل الصغير. سبحان الله على الحب الجميل ده. الشخص ده مربي كل الكلاب دي وبيعتبرهم زي اولاده بالظبط. ما هو للأسف مش بيخلف، وغاب عنهم لمدة 7 شهور. شوفوا رد فعلهم بعد المدة الطويلة دي. يا ربي على الجمال والحلاوة والطعامة. ورد فعل الثعلب ده اللي صاحبته رجعت له بعد غياب طويل. والله صوته اللي بيصرخ تحسه انه طفل صغير. الجمل زي ما عمره ما بينسى اللي بيأذيه، برضه كمان عمره ما بينسى اللي بيحبه. شوفوا رد فعله وحبه وفرحه برجوع صديقه. يا الله على حب الحيوانات والطيور للبشر. الحنية والرحمة هم أساس كل حاجة. يا نهار أبيض على فرحة الوزة دي برجوع صاحبتها. أنا بتمنى ألاقي كائن يحبني الحب ده كله. الغزالة دي كانت مصابة في يوم من الأيام، والشخص ده عالجها، وعلشان عرفانها بالجميل كل يوم بتجيله قدام بيته علشان تلعب معاه وتشوفه، لدرجة إنها اتعلقت بيه جدا. العيلة دي ربوا الدب ده من صغره، ولما حجمه كبر ده مش كبر وبس، ده بقى ضخم جدا. بيأكلوه ايه ده؟ كان لازم يروح لمكان مناسب يعيش فيه، وكل فترة العيلة دي بتروح له علشان تطمن عليه. شوفوا ردة فعله لما بيشوفهم. يا الله على الحب والوفاء. بعد فترة غياب طويلة ممكن حجم الأسد يتغير، لكن حبه لصاحبته عمره ما يتغير أبدا. بعد 4 أيام من البحث في الصحراء أخيرا لقوا كلبهم اللي كان ضايع منهم. شوفوا فرحتهم لما لقوه، أكن كان ابنهم هو اللي ضايع. بصراحة حب من القلب. ودلوقتي ربنا جمعهم مع بعض من تاني. من ساعة ما الشخص ده رجع من السفر، وقطته مش مخلية ولا واحد يقرب منه. لا مسيطرة يعني. يا عيني حتى مراته مش قادرة تقرب منه، أول ما بتقرب بتخربشها على طول. كل يوم النعجة دي تركب مع صاحبتها العربية علشان تفسحها في المزرعة. عمرك شفت حيوان جميل زي كده؟ شوفوا مقابلة الشبل ده لصاحبه اللي كان غايب عنه لمدة 5 شهور. على قد ما هي مدة كبيرة، بس الحب عمره ما بيتنسي. شايفين بيحضنوا وبيحبوا ازاي أكتر من حب البشر لبعضهم. كنت دايما بقول لنفسي ازاي أسد بحجمه وضخامته وشراسته دي يحب البشر بالطريقة دي، لغاية ما شفت بعيني كمية الحب الرهيبة بين الأسد ده وصاحبه. كلنا نفسنا في الحضن الصغنن القمر ده. وجمال رد فعل القرد لما رجعت صاحبتها من السفر. بصراحة أنا ما شفتش أجمل من دي مقابلة. يا خلاصي على الجمال. تخيل حيوان الكراكال ما شافش صاحبه اللي مربيه لمدة سنة كاملة، ومن ساعة ما شافه مش مبطل أحضان فيه ومش عايز يسيبه. انت متخيل؟ القرود من أكتر الحيوانات ذكاء بصراحة، ومشاعرها شبه البشر جدا، ويمكن أحسن كمان. القرد ده ذكي جدا، كان رافض النوم. تحس إنه كان حاسس إن صاحبته موجودة في المكان، وفرح جدا لما شافها. يا ربي على الجمال. بصراحة الوز يكسب في مقطع النهاردة. الوز عندنا في مصر متوحش جدا، لكن الوز اللي بره طيب وحنون زي ما انتوا شايفين. بصراحة محتاجين في مصر الوز ده بجد. في مقطع النهاردة الوز فاز باكتساح. رد فعلهم صدمني بصراحة. ايه الحنان ده؟ ده مش بس بيحبوا بعض، ده كمان بيلعبوا استغماية. سبحان الله على الحب اللي ما بينهم برغم اختلافهم، بس الحاجة المشتركة اللي ما بينهم هي الحب. شوفوا الطريقة اللي رحبت بيها أشرى السمكة في المحيط. دلوقتي قدرت استوعب هي ليه السيدة دي ملقبة بأم أسماك القرش، من كتر حبهم فيها. الوزة من كتر حبها في الشخص ده ماشية وراه في كل حتة، حتى لو نزل البحر بتنزل وراه. الشخص ده عمل كل حاجة علشان يساعد الطائر أبو ملعقة، وكل ده علشان يرجع لطبيعته بعد ما اتعالج. وعدت شهور
والطائر ده مش ناسي الشخص اللي ساعده. شوفوا بيتواصل معاه ازاي وبيجري وراه في كل حتة ومش عايز يسيبه. سبحان الخالق. بالرغم من المسافة البعيدة لكن الخروف عرف أكتر شخص بيحبه وجه جري علشان يسلم عليه. الحب واضح جدا ما بينهم، تحس كده إنها أمهم. حب كده من القلب للقلب مفهوش أي مصالح. تخيل كل يوم ترجع من شغلك وانت تعبان تلاقي كلبك بالمنظر ده مستنيك بكل حب ووفاء. بجد أنا لو عندي كلب زي ده هفضل كل يوم مستني اللحظة الجميلة دي علشان أخده في حضني. هو ده طرزان الحقيقي، علشان حيوانات الغابة كلها بتحبه. ده مش بيحبوه بس، ده بيعشقوه. بينده عليهم أكنه واحد من القطيع بالظبط، بيجروا عليه من حبهم فيه. شوفوا ودانهم بترفرف ازاي، ده تعبيرهم عن فرحهم برجوعه. هو ده فعلا الحب الحقيقي. تخيل كلبهم كان ضايع منهم بقاله أكتر من شهر، والزوج ده لقاه بالصدفة فقال يعمل مفاجأة لزوجته. شوفوا رد فعلها لما شافت كلبها رجع لها من تاني. تخيل بعد 366 يوم الجندية دي رجعت لعيلتها من تاني. شوفوا رد فعل كلبها لما شافها بعد الغياب الطويل ده. شوفوا رد فعل الكلب كان عامل ازاي. جاكوب لقى الكلب بتاعه اللي كان ضايع منه بقاله شهور. تخيل هو ما كانش مصدق ولا الكلب بتاعه كمان كان مصدق انهم رجعوا لبعض من تاني. ده اكتر حمار دمه خفيف انا شفته في حياتي. صاحبته وعدته قبل ما تسافر انها هتجيب له هديته المفضلة، وفعلا لما رجعت جابت له هديته اللي مسك فيها زي الطفل الصغير. يا ربي على الجمال. من فترة السيدة دي اطلقت سراح دب في الغابة بعد ما مصيدة الدببة كانت ماسكاه. تخيل الدب ده عرفها وراح لها لغاية بيتها علشان يشكرها ومسك المقشة، شكله كده هيكنس لها الشقة خدمة قصاد خدمة. الدب ده شكله ما بيحبش يبقى عليه جمايل. السيدة دي كانت بتهتم بالسنجاب ده وبتأكله دايما، وبقالها فترة غايبة عن المكان لأنها كانت مسافرة، ودلوقتي رجعت وقابلت السنجاب. والسنجاب لما شافها كان مصدوم جدا، كان عمال يقول لنفسه هي ولا مش هي، ايه ده والنبي هي. الحمار ده فطسني ضحك لما شاف صاحبه بعد غياب. الحمار من فرحته بقى يغني اوبرا. انا بصراحة ما شفتش حنان زي كده قبل كده. الحمار ده محظوظ جدا لان معاه بني ادم بيحبه جدا وبيعشقه. خروف البحر لما شاف صديقه الغواص رجع من تاني جري عليه على طول علشان ياخده بالاحضان ويرحب بيه. بشوف حيوانات كتير بيحبوا البشر جدا وبينهم رابط قوي، لكن اول مرة اشوف حوت بيحب ومتعلق جدا ببشري زي الحوت ده اللي شاف صديقه الغواص فرح جدا. سبحان الخالق اللي جعل في حب ومودة بين الحيوانات والبشر. ولو وصلت لهنا يبقى انت من الناس الرايقة قوي 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 واللي بحبهم جدا جدا علشان سمعت الفيديو للآخر. ولازم تعرفني بيك في الكومنتات وتكتب لي انا سمعت الفيديو للآخر، وتكتب لي كمان ايه اكتر مقطع عجبك في الفيديو. وما تنساش تفجر زر اللايك وتعمل اشتراك علشان تنضم لعيلتنا يا غالي. اشوفكم بخير دايما. سلام.